هاد السيد هذا فريمون ميكرو فاقد. هذا الشيء اللي درت ابتهال زعما شيء عادي، ما فهمتش صراحه ما هذا التمجيد والتكبير والاجلال. المشكل الكبير اللي كيوقع ملي كتعظم هذا الابتهال، هذا التعظيم كامل، هو بنيوتاتنا اللي مازالين تيقراو دابا، وانت كتدخل لهم الفكره ديال النسويه اصلا والفكره ديال الهجره باش تمشي تخدمي في دوله اخرى، وخصك تخدمي في واحد الشركه ملتي ناسيونال وتختلطي بالرجال وتكوني سلفع جريئه وتغوتي امام الرجال باش تسماي مراه عظيمه مغربيه حره وكذا باش نفتخروا. وشو دابا هاد البنت اللي كانت خدامه مع الشركه ديال مايكروسوفت اللي وقفت ضدهم وقفه قويه، حيت الشركه كانت كدعم تكنولوجيا الاحتلال، وهاد خونا هذا خارج كياتاكي فيها وكينتقد فيها لان المغاربه عامه تعاطفوا معها والبنات خاصه افتخروا بها. وديما كل مره كيطلع لنا هاد خونا هذا عنده حساسيه كبيره وكره كبير للعائلات اللي خدامين والعائلات اللي مستقلين والعائلات اللي عندهم وعي ثقافي. والمشكله هو ان هاد الحساسيه ديالو هي غير كراهيه مخبيه بحمايه الاسره ونصائح دينيه، في حين ان هاد الشيء راه قالب دايرو كيبرر بيه هذاك الكره ديالو. ما بغاش يتكمل يا خونا، باغي صح يبين ان العائلات اللي خدامين على راسهم هما السبب ديال مشاكل المجتمع. زعما راه كينصح في الشباب، كيسحب راسو عمر بن الخطاب، هو راه غب وحده متناقض مع راسو، كيهضر على الحياه والاحترام، وفي 2014 تابع الدريات كيصور لهم في المؤخرات ديالهم. تيقول دوك الغلمان اللي متابعينه انه راه كيدافع على الاسره، هو راه كيحارب اي بنت بات لي مثقفه ولا مستقله بذاتها، خاصها تتكلخ اللي يرضى هو. دابا كاين اللي غايقول لي حريته، هذاك راه الراي ديالو، وكاين هذا راه اكثر من مجرد راي مختلف. افكروا فيها شويه، لان هذا الشيء اللي كيدير راه محاوله التقليل من القيمه ديال النساء في المجتمع ديالنا. وصحاب هذا الفكر راه كيحاربوا كل واحد ولا وحده تفكر بطريقه مختلفه، ولا شي وحده قالت انا باغي نعيش بحريه وباغي نعيش بالطريقه اللي بغيت انا وباغي نكون مستقله في حياتي. والضفاك اصاحبي، باغي داك الشيء ديال سوق النخاسه وملكه اليمين، شي صوب شي آلة السفر عبر الزمان، ولا بالربط عايشين في 2025 ميلاديه في عقل ديال ما قبل الميلاد. وشوفها هي محجبه كاع وحاربه. وباش تعرفوا داك الشيء راه ماشي كيستيون ديال ايديولوجيا مختلفه، راه الهيد اللي عنده الومن وحق الرب.